ليس بكل شيء. المغاربة شعب طيب، شعب يلتف حول وطنه وملكه، شعب فيه الكثير من نخوة العرب ومن أنفة الأمازيغ وكبرياء الأفارقة وأناقة الأندلسيين، شعب ورث كرم ضيافة البدو. في المغرب كبرت المدن، لكن أخلاق سكان البوادي الأصيلة بقيت ساكنة في طباع الناس. في المغرب الأقصى العادات والتقاليد تتوارثها الأجيال. هل سبق لكم أن زرتم المغرب؟ والعائلة المغربية ما زالت متشبثة بالتقاليد. وأول تقليد في المغرب إنك لن تسمع إلا مرحبا بك، ويرد الضيف الله يكبر بيك خويا. من العادات البديعة في أهل المغرب إنهم يستقبلون الضيف بالتمر المعطر بماء الزهر والحليب. هكذا يعبرون عن الفرح والحفاوة والكرم. أبواب بيوت المغاربة وجدت لتفتح أمام ضيوفهم. كرم الضيافة في المغرب ليس حفاوة وترحيبا، هو أسلوب حياة. بعد التمر والحليب يستقبل المغاربة ضيوفهم ببراد الأتاي المنعنع، وبالضرورة لابد أن يكون مشحر مزيان. ومع الشاي تقدم للضيف الحلويات، كعب الغزال، الفقاس والغريبة والمحنشة. الصينية المغربية رمز الأصالة والضيافة. في البيوت المغربية لكل بيت رائحة، ورائحة الطيب والعطور تقليد عريق. يجلس الضيوف في الصالون، البيت الخاص بالضيافة أو الغرفة الأهم في البيت. تختلف البيوت، لكن يحرص البسطاء كما الوجهاء أن يكون الصالون ليس فقط غرفة بل رحلة في عبق التاريخ. الصالون ورثه المغاربة عن الأندلس، لكنهم أضافوا إليه لمستهم. الصالون لا يكتمل إلا بالزربية الأمازيغية، أما سقفه فزخرفة مستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية. الصالون هو تحفة توجد في بيت كل مغربي، ولأن الموائد تتفنن أنامل الحرفيين في نقشها، فإن النحاسيين يحولون الصفائح إلى مصابيح منقوشة بلمسة أصالة شرقية. البيوت المغربية ما زال فيها الكثير من الحميمية، تتسلل منها روائح الطعام الشهية. خلطات التوابل تثير شهية البطن، إلا أن لا شيء يفوق لذة تناول البسطيلة، الطبق الذي يجمع بين الحلو والمالح، لكنه يعكس عراقة المطبخ المغربي كما تعكسه الحريرة التي ذاع صيتها، والكسكس الذي صار أشهر أكلة. في المغرب يأخذك الزمن بعيدا، يستهويك القفطان، لكنه ليس كل شيء، وتبهرك إبداعات النسوة وهن ينقشن الحناء، وتقف متعجبا من عراقة أسلوب الاحتفاء بالسلكة، ختم القرآن الكريم، وكيف يخرج المغرب في تاغنجة لطلب سقوط المطر رحمة بالبلاد والعباد. في هذه البلاد التي تسكنها الأساطير تفتنك الحضارة والعراقة. تزور مراكش فترى أثر الثقافة الأفريقية والأمازيغية يمنحان المدينة سحرا لا يقاوم، ويجذبك أثر الحضارة الإسلامية في فاس، وتقف في طنجة وشفشوان على بصمة الحضارة الأندلسية، وتبهرك عراقة الأطلس المتوسط وجمال الطبيعة في خنيفرة وأزرو. لكن أكثر ما يبهر في المغرب أن هذا التنوع وهذا التمازج أنتج مغربا متعددا. المغرب أرض الجمال والحب، أرض التسامح والسلام، الأرض الطيبة التي عليها يلتقي الشرق بالغرب والشمال بالجنوب،
والأرض التي يلتقي فيها كل ما تفرق في غيرها. يقول الزائر المفتون بجمالها إنه لا يوجد بلد مثل مراكش أو المغرب الأقصى كما كان يحلو لأهل الشرق وصفه. ويقول الأدباء والفلاسفة والعلماء والشعراء أن الذي يزور المغرب بلد الضيافة والكرم لا بد أن يقع أسيرا، لا بد له أن يحب جبال الأطلس، تلك القمم التي تكاد تعانق السماء، ولا بد له أن يفتتن بعجائب البلاد التي سكنها الأمازيغ والإغريق، لا بد له أن يقف مشدوها لما تركته دول تعاقبت وأمم مرت من بلاد مخضبة بالحناء. لا بد للزائر والعابر والمقيم والضيف أن ينبهر بمدن لا تشبه بعضها، وبقلاع وحصون وقصور وصوامع وكنائس وحدائق، غير أنه مع كل هذا الشوق والانبهار لن يكون هذا الزائر والعابر والمقيم والضيف أكثر شوقا من هوميروس الشاعر مؤلف الملحمتين الإغريقيتين الإلياذة والأوديسة، الذي قال وهو يقصد أرض المغرب: أريد أن أزور حدود الأرض الخصبة قرب المحيط حيث ولدت تتوس الإله. ولا بد للزائر الذي يحل ضيفا على شعب كريم الضيافة إلا أن يتذكر ما قاله ديودور الصقلي المؤرخ اليوناني الذي ذاع صيته في القرن الأول قبل الميلاد: إن الأطلسيين رعايا الإله أطلس يمتلكون أرضا مزدهرة ومدن كثيرة، ولدت الآلهة في مدنهم بالمناطق القريبة من المحيط. إنهم يتميزون عن جيرانهم بإيمانهم القوي وبمعاملتهم الحسنة مع الأجانب. من الواضح أن كرم وحفاوة المغاربة قصة قديمة بل وأسطورية. تتعدد لغات المغاربة وألسنتهم بين أمازيغية، عربية إسلامية، صحراوية، حسانية، أندلسية، موريسكية، وأفريقية أصيلة. لكن في المغرب الرقعة القصية في الشمال الغربي الأفريقي هذا لا شيء. في هذا الركن القصي الذي عبره طارق بن زياد لفتح الأندلس وتخطاه ابن تشافين الأمازيغي المغربي الذي أخر سقوط الأندلس 4 قرون، في هذا الركن تختصر قصص التعايش والحوار بين الأديان في المغرب، وهي حكاية أخرى عريقة تعود جذورها إلى آلاف السنين. الجميع مغاربة فقط، سواء أكانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين، في بلاد الأولياء من حال الصوفية الذين سكنوا البلد. يحيط الحب الذي بهم من كل جانب فيصمهم عن كل مسموع سوى ما يسمع من كلام المحبوب، ويعميهم عن كل منظور سوى وجه المحبوبة، ويخرسهم عن كل كلام إلا عن ذكر المحبوب ومن يحب المحبوب، إلا عن حب دافق للمغرب ولعلمه الأحمر ونجمته الخضراء.